السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تم الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي طارق سكتيوي. طبعا كلنا نعلم بأن الفترة الأخيرة على مستوى الاتحاد الحالي أو حتى الاتحاد السابق كانت تشهد تخبطات فيما يتعلق بموضوع المدرب، غموض في مسألة التعاقد، عدم وضوح في الرؤية، ما في استراتيجية، ما في خطة عمل لا للمدرب ولا للاتحاد. اليوم بمجرد الإعلان عن المدرب طارق سكتيوي، يمكن لأول مرة من فترة طويلة جدا يكون في إجماع أو شبه اتفاق على أن هذا الرجل يصلح لقيادة المنتخب خلال الفترة القادمة، قياسا إلى ما قدمه في السنوات الماضية على مستوى مسيرته كمدرب. سكتيوي مع المغرب الفاسي حقق لقب بطولة كأس العرش المغرب اللي هي بطولة الكاس، وحقق مع نهضة بركان لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية اللي هي كأس الاتحاد الأفريقي، ونجح في قيادة المنتخب المغربي الأولمبي تحت 23 سنة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة إلى الميدالية البرونزية كأبرز إنجاز عربي يحقق على مستوى الأولمبياد. ومع فريق أو المنتخب المغربي المحلي حقق بطولة أفريقيا للمحليين، وبرديف المنتخب المغربي نجح في أنه يحقق بطولة كأس العرب اللي أقيمت مؤخرا في الدوحة، وقابل منتخبات كانت موجودة بالصف الأول ونجح في أنه يتفوق عليهم ويفرض أسلوبه عليهم، ونجح في أنه يفوز باللقب. كل هذه الإنجازات خلال الفترة الماضية تجعل من احنا كشارع رياضي متفائلين بالفترة المقبلة اللي راح يكون فيها المدرب طارق سكتيوي مدرب منتخبنا الوطني. طيب، هل نجحنا احنا مع المدربين العرب؟ يمكن خلال السنوات الماضية ما كانت في تجارب كبيرة مع المدربين العرب باستثناء المدرب المواطن. طبعا التجربة مع الراحل المصري محمود الجوهري ما كانت بذلك النجاح في توقيت يمكن كانت في كرة القدم العمانية وايد تعاني من شغلات فترة التسعينيات وما قبل التسعينيات. الوضع حاليا ممكن يكون شوي مختلف من عدة جوانب، أولها وأهمها أن على أقل تقدير المدرب الحالي سكتيوي ممكن يلاقي الدعم المطلوب سواء من الاتحاد أو من الوزارة أو حتى من الحكومة لإعداد منتخب قادر على المنافسة في الفترة القادمة. الشغلة الثانية، المدربين العرب في السنوات الماضية أيضا أثبتوا نجاحاتهم مع المنتخبات العربية. الأردن كمثال